بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. صديقي العزيز، في مشكله كبيره جدا موجوده في ملف صفقات النادي الاهلي، هو عدم وضوح رؤيه، عدم وجود صراحه مع الجمهور، ان الجمهور نوعا ما فيش صراحه مع الجمهور، ما فيش صراحه مع المدير الفني. المدير الفني انت بتحاول تزهقه والراجل زهق نوعا ما، والوضع بدا يبقى مأساوي، والدنيا بالنسبه للمدير الفني بقى مصيره على كف عفريت. ولكن في حاجه بدات تتصدر بعد ماتش الاهلي وتعثر الاهلي امام فاركو، ان احنا هنجيب 3 صفقات. يا سيدي مبروك، انبسط بقى. ايه؟ هتجيب 3 صفقات؟ يا عم احمد ربنا بقى، يبوس ايدك وش وضهر. 3 صفقات ايه؟ انت عايز 6 7 لعيبه بالميت. انت بتهزر معايا ولا بتهزر مع نفسك؟ انت بتهزر معايا ولا بتهزر مع نفسك؟ انت مخرج لعيبه كتير قوي، هتروح تجيب 3 صفقات؟ انت لو بتلحم لعيبه مكان لعيبه هتحس ان في فوارق برضه. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا مش مدركين المرحله اللي احنا فيها، انتوا مش مدركين الوضع اللي احنا فيه. احنا مستنيين جناح يرجع من الاصابه، الجناح ده كان في يوم من الايام